أجبر محمد علي بن رمضان بسبب إجهاد عضلي شديد الجهاز الفني بقيادة تورب على استبعاده من مباراة المصري البورسعيدي لتجنب تفاقم الإصابة قبل السوبر المصري. يحاول الجهاز الفني للأهلي تدريب لاعبي الفريق على تنفيذ بعض الجمل في الكرات الثابتة للاستفادة منها بشكل أكبر. منح الجهاز المعاون لياس ثورب، طاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة بعض النصائح للتطوير من مستواهم بعد تعرضهم لانتقادات كبيرة مؤخرا. أكد المصري البورسعيدي مجددا بقاء عمر الساعي في صفوفه لنهاية الموسم، ونفى ما يثار عن رغبة الأهلي في قطع إعارة اللاعب في يناير القادم. تحسنت حالة حسين الشحات نسبيا، وسيخضع لأشعة جديدة خلال الأسبوع المقبل لتحديد المرحلة القادمة من برنامجه التأهيلي وموعد عودته للملاعب وخوض التدريبات. يواصل إمام عاشور تنفيذ برنامجه التأهيلي بالأهلي دون استعجال، حيث أكد له طبيب الفريق استحالة تواجده في السوبر المصري. أكد البعض إعجاب سيد عبد الحفيظ الكبير بإمام عاشور وسط ارتباط اسمه بالأهلي مؤخرا. تؤكد الصحافة المغربية أن دينامو موسكو الروسي هو أكثر الأندية اهتماما بضم يوسف العمري ظهير أيسر الرجاء المغربي وزميله السابق المهدي موهوب يحفزه على التواجد مع الفريق الروسي. يأتي اهتمام دينامو موسكو وسط اهتمام الأهلي بضم يوسف العمري الذي يمكن قيده تحت السن ولفت الأنظار بقوة في كأس العالم للشباب. أكدت صحيفة المساء المغربية أن النادي الأهلي أبدى اهتماما فعليا باللاعب الزهواني، لكن إدارة النادي لا تفضل بيعه لأي ناد عربي وتفضل انتقاله لأوروبا لوجود أندية أوروبية مهتمة مثل واتفورد الإنجليزي. طمأن محمد عبد المنعم جماهير نادي نيس في رسالة مصورة عبر حسابات النادي الرسمية بأنه أصبح قريبا جدا من العودة للملاعب بعدما قطع شوطا كبيرا في التعافي من الإصابة. هنأ هاني أبو ريدة ووزير الشباب والرياضة وأندية الدوري الخطيب ومجلس إدارته بالفوز بانتخابات النادي. أعلن نادي الزمالك رسميا رحيل فيريرا وتعيين أحمد عبد الرؤوف مدربا مؤقتا للفريق. جاء رحيل فيريرا بعد خلاف حاد على قيمة الشرط الجزائي الذي يتخطى 400 ألف دولار اللي قيمة المتبقي من عقد المدرب بالكامل. هناك أنباء عن تقليص إدارة الزمالك لصلاحيات جون إدوارد المدير الرياضي وتعيين مشرف عام على الكرة من نجوم النادي السابقين. يكلف جون إدوارد بالنواحي الإدارية فقط في التشكيل الجديد للزمالك. محمد النني أصبح جاهزا تماما للتواجد مع المنتخب الوطني الثاني في المعسكر القادم وبطولة كأس العرب بعد تعافيه من الإصابة. سيطرت أفراح كبيرة على جماهير برشلونة بإعلان لامين يامال انفصاله عن المغنية الأرجنتينية التي أثارت جدلا مؤخرا. يرى شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق أن الأهلي يحتاج إلى مهاجم مميز في انتقالات يناير بنفس قدرات وسام أبو علي أو فيستون مايلي وليس مهاجما أجنبيا والسلام. أشار عبد المنعم إلى أن جراديشار مهاجم أجنبي ولم يقدم الإضافة المطلوبة وجودته لا تفرق كثيرا عن المتاح في السوق المحلي. يرى عبد المنعم أن الفريق يحتاج أيضا إلى مدافع قوي بقدرات محمد عبد المنعم ليشعرنا بالأمان، فالفريق حاليا متأثر جدا على المستوى الدفاعي. يعتقد عبد المنعم أن تواجد فيستون مايلي في بيراميدز يصعب ضمه على الأهلي، بعكس لو كان موجودا في الزمالك، لأن بيراميدز نادي مستقر ماليا. تمنى عبد المنعم أن تضم لجنة السكاوتينج بالنادي الأهلي عيونا خبيرة ولاعبي كرة قدم سابقين، مشيرا إلى أن المتواجدين حاليا قد يكونوا شاطرين في الإحصائيات لكن ليس لديهم عين خبيرة للحكم على المهاجم. طالب عبد المنعم الأهلي بأن يشكل لجنة تسافر وتتابع اللاعبين في إفريقيا وأوروبا بدلا من متابعة مقاطع الفيديو عبر الإنترنت. يرى عبد المنعم أن الأهلي يضم نجوما عديدة بالفعل، لكن يتم توظيفهم بشكل خاطئ تماما، ما يؤدي لظهور الفريق بالكامل بشكل سيء. أشار عبد المنعم إلى أن تريزيجيه يمكن أن يؤدي بشكل جيد في خط الوسط، لكنه سيظهر بشكل أفضل في مركزه الأساسي. يرى عبد المنعم أنه ليس شرطا أن يشارك تريزيجيه وبن شرقي أساسا معا، فمن الممكن أن يشارك تريزيجيه أساسا ويبقى بن شرقي بديلا. تمنى أن يلعب الأهلي بثلاثي في الخط الخلفي ورباعي في خط الوسط وثلاثي في الهجوم، معتقدا أنها الخطة المناسبة حاليا لمنح الفريق قوة دفاعية وهجومية. وصف عبد المنعم إمام عاشور بأنه شخصية قوية افتقدها الأهلي، وما يميزه أنه يلعب بروح وشخصية في أي مركز يطلب منه، وعودته ستشكل إضافة. أكد عبد المنعم أنه ألفينا لاعب نادي الزمالك لاعب جيد جدا، ومن الممكن أن يشكل الكثير من المتاعب لبيراميدز في السوبر المصري، خاصة إذا ظهر من يلعبون خلفه وبجواره بمستوى جيد.